النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة النجريسكو الخطيرة والصوص البشاميل الجوسي. طعمها يجنن يا جماعة، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اول حاجة كده انا كان معايا صدرين فراخ، قطعتهم كده مكعبات، عايزة تقطعيهم شرايح زي الشاورما تمام. حطيت عليهم مية بصل، وحطيت عليهم فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. هتبل الاول الفراخ دي، وحطيت كمان بهارات فراخ، وهحط بهارات لحمة او 7 بهارات، وهحط كمان بابريكا، وما ننساش طبعا الملح. هنا انا هتبل الفراخ عشان ما تبقاش طعمها زفر في المكرونه او اي حاجه، فانا هتبلها كده عشان ما تديش طعم زفاره او حاجه، بتبقى حلوه جدا وبيبقى طعمها حلو جدا. هقطع كده معايا كمان فلفل الوان، معايا فلفل احمر، وهقطع كمان فلفل اصفر واخضر. بيديها طعم حلو جدا جدا في النجريسكو. وهقطع كمان بصلتين كده جوانح او شرايح. هنزل احط معلقه زيت ومعلقه سمنه، وهنزل كده بالبصل الاول. هتبل البصل كده، هخليه بس يصفر الاول، وطبعا ما ننساش خطوه الملح اللي انا بحطها دي. وحطيت كمان نص مرقه دجاج، نص واحده مرقه دجاج. هدي كده البصل ده تشويحه، وبعد كده اول ما يصفر كده هنزل عليه بالفراخ. الفراخ هديها صدمه كده، هقلبها مش هقلبها هنا خالص ولا اجي جنبيها، هديها صدمه كده الاول بس عشان خاطر ايه، تحتفظ بميتها وما تنزلش اي سوائل. وبعد كده هقلب بقى. ابتديت اقلب اول ما خدت صدمه، ابتديت بقى اقلب كله. بصوا ما فيهاش اي سوائل وجميله وطعمها كمان وريحتها كانت جميله جدا. طبعا الفراخ كنت متبلاها معاكم زي ما انتوا شفتوا. وهنا هكمل بقيه نص مكعب مرقه الدجاج اللي انا ضفته. وبعدين هنزل بقى بالفلفل الالوان بعد ما الفراخ كده اتشوحت شويه وخدت يعتبر 3/4 سوا. هنزل بالفلفل الالوان. هنا بقى انا هعمل البشاميل. حطيت 4 معالق سمنه، عليهم 4 معالق دقيق. هشوحهم كده على النار شويه، خلي الدقيق يطلع ريحته. وبصوا كده كان ساح معايا شويه. هنزل عليه بقى باللبن. اللبن يكون بدرجه حراره الغرفه، بلاش لبن ساقع من التلاجة عشان خاطر ما تكتلش معانا. هنا ضفت كوبايه كده من مرقه ميه المكرونه، ميه سلق المكرونه. وهنا بقى هتبل البشاميل. حطيت مكعبين مرقه دجاج، وحطيت بهارات لحمه، وهحط كمان فلفل اسود، وهبشر واحده جوز الطيب حبه كده. والملح بقى ظبطوه حسب الرغبه. انا كنت حاطه مرقه دجاج كتير فما احتجتش ان انا احط ملح. هنا عايزه اقول لكم ان ميه سلق المكرونه بتخليه في حته تانية بجد. برضو عايزين تحطوا هنا مكرونه، عايزين تحطوا سوري، عايزين تحطوا اي نوع جبنه موتزاريلا، عايزين تحطوا قشطه، تمام. هنا بقى الخطوه دي انا حطيت المكرونه وحطيت عليها الفراخ وحط عليها الزيتون، وهنزل بشويه بشاميل عشان البشاميل يتشرب كده مع كل حاجه. يعني كل حاجه تكون متشربه كده من البشاميل، واخده طعم البشاميل، الفراخ والمكرونه وكله. هقلب كده كل ده، وهنزل بقى عليهم كده في الطاجن بتاعي. وهبتدي اضيف كمان بقيه البشاميل بقى من فوق. وهحط بقى في الاخر كده جبنه موتزاريلا من فوق. تبقى يا جماعه خطيره خطيره خطيره. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. بصوا حلوه ازاي، بجد طعمها روعه جدا. بس كده. وهنا بقى الخطوه اللي بستناها، كنت خلصت كل حاجه وبس كده. وطبعا شغلت بخور وبس كده. باي باي يا حلوين.